الفيلم ديالنا كيبدا مع واحد البنت اللي سميتها إلينا واللي كانت مع صاحبتها سالي، ودابا هما مجموعين في الدار ديال اغنى صديقهم واللي سميتو دوغ، وكاملين بهم كيقراو في الكليه ديال الطب. وجاو الاصدقاء ديال دوغ واللي جابوا معاهم واحد الجثه من المشرحه ديال الكليه، وجاو كاملين وقفوا مع إلينا وسالي حيت هما كاملين مشاركين في واحد النادي، وفيما يدخل عندهم شي واحد جديد لذاك النادي كيديروا فيه ديما واحد المقلب وين نجح فيه كيدخل معاهم لذاك النادي. وكانوا كيتسناو واحد الصديق ديالهم جديد اللي سميتو كيني، وملي جا اتفقوا باش يقولوا ليه اللي كاينه واحد البنت زوينه بغات دير معاه علاقه. وكيني ملي سمع هاد الهضره فرح، ونعتوا ليه إلينا وقالوا ليه واحد شويه غتسناك لداخل. وكانت هذه الفكره ديال دوغ. وفي هذا الوقت الاصدقاء ديال دوغ مشاو باش يوجدوا ديك الجثه وحطوها في الظلام. من بعد حطوا الكاميرا تما باش يصور كين وهو مخلوع. وكان القانون ديال داك النادي اللي مشاركين باللي اي واحد غيشارك فيه خصو يكون عنده شي فيديو ديال المقلب اللي دار فيه. وهنايا كنشوفوا كاين اللي فرحان وكيتسنى انت يدخل لديك البيت، وكانت إلينا كتمثل بلي هي اللي كاينه فوق داك الفراش باش تغريه، واخا هي ما موافقاش على هذا الشيء اللي غيديروا، ولكن بز منها قبلات باش تبقى في داك النادي. وملي قرب كاين لديك الجثه وباسها، الاصدقاء ديالو شعلوه ليه الضو. كاين تخلع بزاف وتصدم حتى طاح في الارض من كثره الخوف حين شاف الجثه ديالو حدا ميته قدام عينيه وما قدرش يتحمل ديك الصدمه. وجا الاسعاف وداوه، وإلينا بقى فيها الحال وبغات تعاود كلشي للاطباء، ولكن دوغ هددها باللي غيقول لهم باللي هي الفكره ديالها وهي اللي حرطاتهم وباللي غيفضحها في الجرائد. وملي سمعت إلينا هاد الهضره خافت منه حيت هي من واحد العائله فقيره ماشي بحالهم هما اللي كلهم لاباس عليهم. وملي كانوا في الكليه ديال الطب اتفقوا كاملين باش يدوزوا العيد ديال الهالوين ولا غيدوزوه في واحد التران اللي كان خاص بهم. وهكذا الاصدقاء ديال النادي تجمعوا كاملين وكل واحد فيهم لبس شي حاجه مختلفه على الاخر، بحال ايد اللي كان لابس الحوايج ديال البهلوان. وبقاو كيضحكوا مع بعضياتهم حتى جات الكونترول ديال التران اللي طلبت منهم يعطيوها التيكي يدخلوا لداخل. وقبل ما يدخل ايد مشى سرق واحد الجثه ديال البلاستيك من توم صاحبه، وبقاو كيجريو على بعضياتهم على برا. من بعد دخل توم للتران وخلى ايد بوحدو على برا، وجا شي واحد غريب من موراه وخشى فيه واحد الموس في ظهره وقتلو. وداك اللبس ديال البهلوان ولا عامر بالدم، ولكن الناس اللي دايزين تما كيتسحاب ليهم واش غير كيمثل، وخلاوه تما ودخلوا للتران. من بعد داك الشخص الغريب جروا وحطوه في السكه ديال التران، وقبل هذا الشيء حيدوا ديك اللبسه ديال البهلوان ولبسها. من بعد دخل التران، وملي شافتو إلينا كتسحاب ليها واش هذاك ايد وهضرات معاه، ولكن هو على غفله خرج الموس بغى يهجم على إلينا وكان باغي يقتلها، ولكن ما قدرش حيت إلينا جا عندها صاحبها مو. ودخلت إلينا للبار وشافت تما الساحر اللي غيقدم لهم العرض ديال الهالوين. وملي كانت خارجه من تما تلاقات مع دوغ وسولاتو واش شاف صاحبها مو، ونعت ليها البلاصه فين. وملي مشات لتما لقاتو مسيب في الارض وهو مقتول وكان كيسيل بالدم، وهي تصدمات بزاف وبقات كتغوت. وعلى غفله مو ناض من بلاصتو، وتيبان لينا بلي دوغ وصحابو داروا مقلب في إلينا وبغاو يخلعوها. من بعد غوتات عليهم كاملين وخرجت من تم. وفي هذا الوقت كان توم كيقلب على صاحبو ايد. واحد شويه هو يتلاقى مع داك الراجل الغريب اللي كان لابس الحوايج ديال صاحبو وهو كيتسحب ليه واش هذاك ايد، وقال ليه فين كنتي شحال هادي وانا كنقلب عليك. وسولو اشنو هاد الدم اللي في حوايجك، كيبان ليه بحال الدم ديال بصح. وطوم تغيف من داك الدم وقال ليه انا غندخل دابا نغسل يدي في الحمام. وداك الشخص الغريب ما جاوبوش وبقى تابعو حتى دخلوا بجوج للحمام وهو يسد عليه الباب. وتما شد الراس ديال توم وبقى كيخبطها مع المرايه حتى قتلو. وملي خرج سد على توم بالساروت. ودابا الساحر غيقدم العرض ديالو. داكشي علاش تلاقاو الاصدقاء تما باش يتفرجوا فيه، واللي هما دوغ مع صاحبته سالي وإلينا مع صاحبها مو. والساحر طلب منهم باش شي واحد يطلع لعنده يدير معاه الالعاب السحر. وطلعت لعنده إلينا ودار معاها العاب سحريه زوينه وكان كلشي عاجبو الحال. وملي سال داك العرض الساحر عرض على إلينا باش تدخل معاه لداك البيت فين كيبدل حوايجو، وشربات معاه واحد الكاس. وهنايا الساحر عرف بلي هي بنت فقيره وبلي هي مختلفه على دوك الناس اللي كاين تما. وملي كانوا كيهضروا قال ليها انا كنتمنى هاد التراني تقلب ويموتوا كاع الولاد ديال الفشوش اللي راكبين فيه. وإلينا ملي سمعت ديك الهضره ما عجباش الحال وناضت وخلاته. وفي هاد الوقت واحد البنت بغات تدخل الحمام وبقات كتدق الباب، ولكن داك الباب كاع ما تحل. وطلبت من واحد العامله في التران باش تحل ليها الباب، ولكن ديك العامله خافت يكون شي واحد لداخل كيتعاطى المخدرات، حيت كاع هادو اللي راكبين في التران عندهم الفلوس لاباس عليهم ومفشين بزاف. وقالت لي هذيك العامله تدخل الحمام اخر، وداك الحمام اللي مسدود هو اللي تقتل فيه توم. وهنايا كيبان لينا بلي داك الشخص الغريب بدل الحوايج ديالو وخدا ديك اللبسه ديال توم اللي كانت بحال ديال الجرانه. وهنايا كنشوفوا ديك العامله اللي خدامه في التران اللي كانت دايزه حدا الحمام ولقاتو مازال مسدود، وداك الشيء علاش قررت باش تحلو حيت عندها السوارت. وتصدمات ملي لقات توم مقتول وكله ملطخ بالدم.
وفي الاول كيتسحب ليها واش هذاك مقلب، ولكن ملي تاكدات عرفته مات، ومشات نيشان عند الشافه ديالها اللي سميتها كارني، وعاودت لي هذاك الشيء اللي شافته هي كتبكي، ولكن كارني هدنتها وقالت لي هذاك غير مقلب، ودابا الا مشيتي مره اخرى راه ما تلقاي والو. وفعلا ملي رجعت مره اخرى ما لقات حتى شي حاجه، وفرحت بزاف. من بعد مشات للبار وتلاقات مع إلينا تما وعاودت لها كل شيء، وعرفت إلينا باللي هذوك ما غيكونوا غير الفعايل ديال دوغ، وتخاصمت معاه. ودوغ كان قدامها وحلف ليها باللي ما دار حتى شي حاجه. وملي كانت إلينا غاده بان لها داك الشخص الغريب اللي كان لابس الحوايج ديال توم، وتعصبت عليه خاصه ملي شافت واحد المسفد وقالت ليه بركه من لبساله، وكان هو باغي يقتلها، ولكن بان ليه مو اللي كان جاي وكيعيط على إلينا، وهذا الشيء علاش تراجع. من بعد مو مشى تفرج الساحر، وإلينا مشات تقلب على صاحبتها سالي. وفي هذا الوقت سالي تلاقات مع داك الشخص الغريب واللي كيتسحب ليه واش هذاك توم، واللي طلبت منه باش يديروا علاقه. وملي دخلوا للبيت هجم عليه هذاك الشخص الغريب وقتلها. وبقات إلينا كتقلب على صاحبتها هي والعامله، ودخلوا لديك البيت فين كاينه سالي، وتفاجئوا بزاف ملي لقاوها ميته وما عرفوش شكون اللي قتلها. وفي هذا الوقت كان مو مع الساحر واللي كان كيدير ليه واحد الخدعه باش ما بقاش يبان، وعلى غفله هو يتفاجئ دوغ بصاحبه مو اللي كان كيشرشر بالدم في العنق ديالو بحال الا مذبوح، وبغى يعتقو ولكن ما قدرش. وفي هذه اللحظه جات إلينا وشافت صاحبها اللي كيموت قدام عينيها، وتصدموا بجوج بهم وما عرفوا ما يديروا. ودوغ قال ليها غنمشي نقلب على سالي، وقالت ليه إلينا راه حتى هي ماتت. وتصدم دوغ ملي سمع هاد الخبر، وقال ليها دابا غتجي النوبه ديالنا انا وياك. ودوك الناس اللي خدامين في التران تجمعوا وطلبوا منهم اللي دار شي قناع على وجهه يحيدوا ويتجمعوا في بلاصه وحده، وهذا الشيء على قبل مصلحتهم. من بعد جات عندهم ديك الشافه كارني وسولتهم واش كاين شي واحد بيناتهم ما معروفش، ولكن هما جابوها باللي كلهم كيعرفوا بعضياتهم وما كاين حتى شي واحد براني. وهنايا كنشوفوا دوغ اللي طلب من إلينا باش يمشيو يتخباو في شي بيت بوحدهم ويسدوا عليهم الباب مزيان حتى يوصلوا للمحطه. وقالت ليه إلينا باللي هما ما عندهمش الاعداء، وباللي هي كتشك في واحد الحاجه اللي كانوا داروها شحال هادي، وباللي داك الشخص اللي بغى يرد لهم الصرف وينتقم منهم كان كيتسنى هاد الفرصه باش يتجمعوا كاملين في واحد البلاصه ويقتلهم. من بعد إلينا تفكرت الهضره ديال الساحر اللي كان كيتمنى باش يقتلهم، وكتشك باللي هو باغي ينتقم لصاحبو كين اللي كانوا عزاز عليه العروض ديال السحر. وهكذا قررت إلينا باش تخرج باش تقول للناس يردوا بالهم من داك الساحر. ودوغ كان خايف وبغى يبقى مخبي في داك البيت. وتلاقت إلينا مع ديك العامله وطلبت منها باش تعاونها يقلبوا على داك الساحر. وهنايا كنشوفوا دوغ اللي بقى بوحده في البيت. واحد شويه هو يسمع الصوت ديال الفيديو اللي كنصوروا لكين، ولقى داك الصوت خارج من واحد التليفون اللي كان في البلاكار. وهنايا دوغ تخلع بزاف وبقى كيطلب السماحه لكيني، وقال ليه باللي هو ندم بزاف على داكشي اللي دار فيه. واحد شويه بان من موراه داك الشخص الغريب اللي ذبحوه وقطع ليه الراس. واحد شويه كنشوفوا إلينا وديك العامله اللي وصلوا لديك البيت فين كاين دوغ، وشافوا البلاكار اللي كان كيقطر بالدم. ملي فتحوه لقاو تما الراس ديال دوغ وتخلعوا بزاف وخرجوا من تما. وهنا يعرفوا بلي داك القاتل اللي بغى يقتل إلينا والاصدقاء ديالها كلهم ماتوا، وبقات غير هي. داكشي علاش بغاو يحميوها، وداتها العامله لواحد الغرفه خاصه باش تنعس تما وترتاح، وهي تمشي تقلب على داك الساحر. وفي هذا الوقت داك الشخص الغريب بان عاوتاني ودخل لديك البيت اللي فيه إلينا، وبانت ليه فوق الفراش وبغى يقتلها بالفاس، ولكن لقى المخده هي اللي كانت تحت البطانيه. وفي هذا الوقت كانت إلينا مخبيه وجات من موراه وضرباته وهربت، ولكن داك الشخص الغريب بقى تابعها وكيجري موراها. وملي وصلت إلينا لواحد القفص ديال الحديد دخلت ليه وصدرت على راسها تما. وداك الشخص الغريب خدا واحد الحديده وبغى يحل داك القفص ولكن ما قدرش، وشد ديك الحديده وبقى كيضرب بها إلينا، ولكن إلينا قدرت تشد ديك الحديده وضربته به وهربات. وتلاقات بكين قدامها اللي قال لها بلي هي السبب في داكشي اللي وقع له، حيت بقى شحال هو مريض نفسانيا، وطلبت منه باش يسامحها، ولكن هو ما قبلش الاعتذار ديالها وكان غيهجم عليها. وعلى غفله جا الساحر وتيرا فيه بالفردي ديالو، وعرفت إلينا بلي داك الساحر بريء من داكشي اللي اتهمته به، وكيتسحب ليها واش هكا تهنات. ومشات جلسات في واحد البلاصه وهي كتشوف التصاور ديال الاصدقاء ديالها اللي كلهم ماتوا. وفي التصاور بان ليها كاين اللي لابس واحد اللبسه، وعرفت بلي ديك مو اللبسه كان معاهم الوقت كامل. وهنايا عرفت بلي كاين ماشي هو القتال، وشكات عاوتاني في الساحر بلي هو اللي قتل الاصدقاء ديالها، واستغل الوجود ديال كين باش يرمي عليه التهمه. ومشات إلينا عاودت العامله داكشي اللي وقع وقررت باش تمشي تقتل الساحر، ولكن ملي دخلوا عنده البيت لقاوه مقتول. وهنايا إلينا داخت وما بقاتش عارفه شكون هو القتال، والناس كاع اللي خدامين في داك التران ما عارفين شكون القتال وكيتعجبوا من هذا الشيء. وقررت كارني باش تخلي معاها إلينا في البيت اللي هي فيها باش تحميها، وطلبت من العامله باش تمشي تجيب داك الفردي ديال الساحر باش يدافعوا به على راسهم. وجلست إلينا مع كارني واحد شويه هي تسمع الميساجات في التليفون، وعرفت باللي الريزو رجع. وقبل ما تهز التليفون ديالها هجمت عليها كارني وقالت لها بلي هي السبب، حيت خرجت على حياه ولدها
وداك الشيء علاش بغات تنتقم منهم واحد بواحد. وتصدمات إلينا من ديك الهضره وحاولت تدافع على راسها، ولكن كارني قدرت تضربها بالموس وجرتها لحدا الباب ديال التران باش ترميها تما. وفي واحد اللحظه قدرت إلينا تنوض من بلاصتها ودفعات كارني على برا ورماتها. وصل التران للمحطه وهنايا سال داك الصراع اللي كانت عايشه فيه إلينا. وإلا عجبكم الفيديو ديروا جيم واشتركوا في القناه باش تدعموني وفي نفس الوقت يوصلكم كل جديد، وشكرا.